كل الاختلاف عن البرو العادية ان ده بيجي بتانك بنحط فيه المية، ويا دوب بس بنعمل القهوة مجرد ان احنا نحط السكر اهو. احط انا السكر اهو، ده سكر دايت، ونحط البن اهو. مثلا هنعمل هي طبعا في 3 احجام زي ما قلنا لكم. بنختار حجم الفنجان من هنا. يعني مثلا هنحط العيار للبن اللي احنا عايزينه. هناخد الفنجان الوسط، يعني تقريبا كان معلقتين كويس. خلاص كده بحطها. خلاص انا كده كل اللي عملت اللي عليا ان انا حطيت البن والسكر فقط لا غير، وابدا اختار البرنامج. هو هنا بقى اول سؤال بيسألهولك، ده بقى اللي يفرق. يقولك انت عايز فنجان ولا 2 ولا 3 ولا 4. هقول له فنجان واحد، وطبعا ده برنامج القهوة الكلاسيكية. والفنجان اللي عايزه هو صغير اهو ولا كبير ولا وسط. هقول له وسط وكده هشتغل. بصوا هنا اول حاجة بتبدأ هي تضخ المية اللي على قد الفنجان الواحد الوسط، وعلى طول تبدأ بصوا تقلب. شوف هي هنا بتقلب القهوة. خلينا كده نخش جوه. بصوا بقى التقليب المستمر ده، تقلب وبعدين هي دلوقتي هترجع تقف عشان السخان يبدأ يشتغل. متعملش انت اي حاجة خالص، هي بتعمل القهوة هترجع تقلبها تاني والسخان يشتغل وهكذا. هي دلوقتي هي القهوة بتغلي. طبعا زي ما قلنا لكم هي بتيجي 8 برامج. برنامج قهوة عادية، برنامج السلو بروي او السبرتاية الطهي البطيء، برنامج القهوة باللبن الهوت تشوكلت، برنامج المشروبات اللي باللبن، برنامج تدفئة اللبن، طبعا الفوم بتاع اللبن سواء على البارد اللي هو الكولد ميلك فروسنج، وده الهوت ميلك فروسنج. هي كده خلاص خلصت. شوفوا اقل من دقيقة ما شاء الله. خلينا بقى نحط نصب القهوة اهو. ما شاء الله قهوة طالعة كريمي. بصوا الوش ما شاء الله، قهوة جميلة بسم الله ما شاء الله. الوش كريمي وزي الفل. ده كده كان ريفيو سريع لمكنة الأوكا.